ما تسيبش حد يكسر قلبك مرتين، مرة لمّا يمشي، ومرة وأنت واقف مستني إن الشخص ده ممكن يرجع تاني. أكتر حاجة تزعّل إن الواحد ممكن إن هو يربط سعادته وحزنه بكلمة من شخص معيّن، إن كلمة من الشخص ده ممكن تخلّي يومه سعيد جدًا، وكلمة من نفس الشخص ممكن تخلّي حياته تعيسة. طب ليه؟ أنا عايز أسألك سؤال، أنت حياتك كانت ماشية قبل الإنسان ده، قبل الشخص ده، قبل صاحبك ده، أيوه حياتي كانت ماشية. طب وبعد ما مشى، بعد ما مشى من حياتك، حياتك هتُقف؟ لأ، حياتك هتمشي عادي. الشخص اللي قدّامك ده دايمًا اعرف وحُط حاجة في دماغك، إن أي حد يمشي من حياتي فهو خسرني، ولكن أنا ما باخسرش حد. مش تكبُّر منّك خالص، ولكن أنت دايمًا حُط في دماغك ادّي لنَفْسك قيمة، ما تقلّلش من نَفْسك إن أنا خسرت الشخص الفُلاني، لا، 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 لأ، أنت ما بتخسرش حد. أنت شخص جميل من جوّه، وعارف أنت على إيه، وعارف إن أنت مثلًا حد كويس، فبالتالي أنت عمرك ما هتبقى خسران حد أبدًا. فحاول إنّك تدّي لنَفْسك قيمة، وحاول إنّك يعني إيه، تفوّق مع نَفْسك شوية، وتبُص لنَفْسك شوية، ما تخلّيش الحزن إن هو يغمّي عينيك، وتبقى أنت مش شايف أي حاجة في الدنيا غير إن أنا حزين، وغير إن أنا مستني صحابي يكلموني، وغير أنا مستني ما أعرفش مين يرجع، وغير إن أنا مستني ما أعرفش إيه، كُلّه في داهية. افهم الحتّة دي، أنت لو حطّيت في دماغك دايمًا إن كل الناس في داهية، والله العظيم أنت هتبقى مبسوط دايمًا و وهيبقى مش فارق معاك أي حاجة، وده اللي إحنا عايزين نوصل له، إن أنت ما يبقاش فارق معاك حد، وما يبقاش فارق معاك أي حاجة علشان خاطر حياتك تمشي طبيعي. أنت قلبك ده فهو غالي، وما ينفعش إن أي حد يقدر إن هو يكسره، أو إن هو يزعّلك، لإن أنت بُص أقول لك حاجة، أنت ممكن دلوقتي وأنت زعلان فأنت ما أنتاش حاسس أنت بتخسر إيه دلوقتي، بس أنت بتخسر حاجات حلوة كتير فيك. لمّا تيجي تعدّي بمواقف تانية، أو تيجي تصاحب ناس تانية، أو تيجي تشوف ناس تانية أو كلام من ده كلّه، فأنت هتلاقي إن في حاجات كانت جواك كانت كويسة أنت ما عُدتش لاقيها. هتلاقي إن أنت فقدت جزء منّك. طب ليه تفقد جزء منّك، وليه تفقد حاجات كويسة منّك؟ حاول تحافظ على قلبك الجميل ده، وتحافظ على نَفْسك، علشان خاطر يعني إيه، تعرف تعيش كده، فربنا يدّينا ويدّيكم طولة العمر يعني، ونعرف نعيش وإحنا نفسيتنا كويسة. سلام.